السلام عليكم حبايبي متابعيني، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. اليوم وصفتنا هي القرنابيط المقلي. هنا عندك مثل ما تشوفون عندي زهرة قرنابيط، راح اقطعها نطلعها هيجي زهرات شكلها حلو، لا كلش صغار ولا كلش كبار، مثل ما تشوفون. تقدرون تقطعوها بيدكم او تردون بالسكينة. هسه هنا اني ما راح تجي بايدي، راح اجيب السكينة واقطعها. بعد ما تكملون تقطيع مالتها تخلوها مي وتخلوها على الطباخ. نضيف لها هاي الاضافات النكهات، ملح، رشة ملح والكمون. طبعا الكمون ضروري كلش بهاي الوصفة، ينطيها نكهة تختلف يعني. نضيفه ونحركه كله حتى يعني الكمون يروح للكل. بعد ما خلطناه هسه ننتظره الى ان يفور. بعد ما فار هنا راح اخذه اول 5 دقايق يفور، تاخذوه وتصفيه بالمصفي الى ان تنتظروا شوية ينزل المي مالته، وبعدين نقليه. وراح اجيب هنا 3 بيضات عندي. طبعا هاي زهرة القرنابيط عندي اني كبيرة، فصارت 3 بيضات إلها. إذا أنتو عندكم يعني صغيرة أو نص تسووها، بيضتين أو واحدة كافي. 3 بيضات، خليت فوقها رشة ملح ورشة من البهارات أو الكمون. هاي الإضافات تعطيها نكهة كلش طيبة، وتخلطوها خلط زين حتى يتجانس البهارات والكمون وياها. نجي هنا طريقة القلي. طبعا بالطاوة نخلي وحدة وحدة بهذا الخليط اللي سويناه او نقليهم. تغطون يعني الزهرة من القرنبيط كلها تغطوها بالبيض، هذا خليط البيض حتى يطلع لونها مقرمش وحلو مثل ما تشوفون. وحدة وحدة اسوي. هنا تقلبوه بعد ما استوى لونه، شوفوا ايش قد حلو لونه. راح اقلي الكمية كلها هنا وارجع وياكم. خلص عندي هنا الكمية سويتها، شوفوا لونه ايش قد حلو ومرتب. طبعا القرنبيط ما ينوكل اذا ما وياه خضرة، والطرشي طبعا فشي كلش طيب حتى الجهال يحبوه. اذا تحبون سووه لاطفالكم. طبعا تقدرون تضيفون له اضافات شوية الكاتشب او مايونيز، هم كلش يعطي نكهة طيبة. اذا ما تحبون عادي لا تخلوه، بس انصحكم هاي الوصفة جربوها للعشاء كلش طيبة، او اللي يحب يعني ياكل اكلات هيجي بالريوق هم كلش طيبة للريوق. هاي النتيجة النهائية. ان شاء الله عجبتكم الوصفة، لا تنسون لايك واشتركوا بالقناة. مع السلامة.